يا مساء الخير والفل والياسمين عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا كده نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، ونسمي الله. وتعالوا بقى كده نعمل بودرة النسكافيه، او اللي هي بودرة 3 في 1 دي. طريقة سهلة جدا جدا جدا. وشايفين فرق اللون؟ يعني كمية النسكافيه عندنا احلى واطعم من بتاع بره كتير. تعالوا بقى كده نشوف عملناها ازاي بطريقة سهلة جدا جدا جدا، وبمقادير مفيش اسهل منها. يلا بينا. بصوا، انا هعمل بديل الكيس ده. شايفين الكيس ده؟ طبعا في انواع كتيره جدا 3 في 1 ده. فانا ده الكيس اللي كان متوفر عندي، فقلت هعمل ده قصاد ده يعني. فاول حاجه انا عملتها، حطيت نص كوبايه النسكافيه اللي هو الكلاسيك، او النسكافيه البلاك، او النسكافيه اللي هو من غير اي اضافات ده. هو المفروض بيبقى يعني جايباه من عند اللي هو محلات البن، اللي هو المحمصه بتاعه البن دي. فهو بيبقى شكله كده في الاول، فانا طحنته بقى. باجيب مش عارفة، أنا جِبت كده تقريبًا تُمن تقريبًا، مش عارفة. بصراحة جوزي اللي راح جابهم. فأنا جِبته طحنت منه نُص كوباية، وحطيت عليه كمان نُص كوباية سكر باودر أو سكر ناعم يعني. وحطيت كمان نُص كوباية من اللبن الباودر، كُلّه نُص كوباية، يعني نُص كوباية من كل حاجة، أو بالمقادير اللي أنتِ عايزة تعمليها يعني. وحطيت كمان نُص كوباية من الكريم شانتيه. بُصّي بقى، هنا أنا هاقلّبه. ده هنا اللي هو الكلاسيك العادي خالص، 3 في 1 الكلاسيك العادي خالص. عايزة تحطّي عليه فانيليا ما فيش مشاكل، عايزة تشيلي اللبن الباودر برضه ما فيش مشاكل، عايزة تحطّي عليه باكو اللي هو النسكافيه اللي هو بالبندق ده، ما فيش مشاكل. بس أنا عاملة اللي هو العادي خالص من غير أي حاجة، اللي هو ال3 في 1 الكلاسيك العادي خالص. قلّبته كويس جدًا زي ما أنتم شايفين كده. شايفين بقى بدأ يظهر معايا إزاي؟ طبعًا هنا كنت باحسب إن في حاجة، وطلعت اللي هي مطرح ما باقلّب في حتّة كده كلكعت كده مع نفسها كده، بس أول ما مسكتها فركت تاني مع بعضها يعني. هاوريكم بقى الكيس التاني. ده الكيس بقى اللي هو الجاهز. شايفين فرق اللون؟ يعني زي بعض بالضبط، بس اللي أنا عاملاه كمية النسكافيه فيه أكتر. هتشوفوا دلوقتي ليه أنا باقول كمية النسكافيه فيه أكتر من بتاع برّه. فضيت الكيس زي ما انتم شايفين كده في كوباية، وهحط كمان قد نفس الكوباية، نفس مقدار الكيس حطيته في الكوباية. طبعا طلع كتير طبعا. هو بيتحط المفروض معلقة صغيرة، بس انا حطيت معلقة كبيرة زي ما موجود في الكيس. شايفين طلع غامق ازاي؟ طبعا انا غيرت المية دي، وحطيت مية تاني بمعلقة صغيرة، لان لقيته غامق جدا يعني تقيل. كمية القهوة فيه كانت زيادة. فده طبعا يدل ان الكيس ما فيهوش اصلا باودر نسكافيه اصلا يعني. كميه النسكافيه فيه ضعيفه جدا، وكميه المبيض هي اللي فيه كتيره. طبعا انا هنا بقى حطيت في الكوبايه زي ما انتم شايفين كده، حطيت هنا فيها معلقه اللي هي الشاي اللي في ايدي دي، معلقه واحده بس مش معلقه اكل، لان الكيس كان مقداره معلقه الاكل، معلقه كبيره يعني. شايفين بقى كده فرق اللون وفرق الطعم؟ خطير خطير يعني. اللون بتاع اللي هو الجاهز ده، ده يدل ان نسبة المبيض اللي فيه عالية جدا. وطبعا خطر اصلا على، يعني اصلا المبيض ده اصلا غلط اصلا للي بيشرب نسكافيه كتير. لكن اللي انا عاملاه ده ان شاء الله باذن الله يعني ما فيهوش اي حاجه خطر يعني ان شاء الله. انا بقى هنا جربت، حبيت اجربه معاكم باللبن يعني. حبيت جربته مره معاكم بالميه المغليه، هجربه هنا معاكم باللبن. حطيت برضو نفس المقدار، اللي هي معلقه، وهحط عليه اللبن للي بيحب يشربه بلبن، واللي بيحب يشربه سادة بمية. شايفين بقى لونه عامل ازاي؟ وطعم وريحة خطيرة. بصوا، خطير. كان طعمه حلو جدا جدا. عايزه اقول لكم ان انا دقته بس كده يعني، بس انا مش من محبين الحاجات دي نهائي 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 نهائي. يعني انا دقته وعارفه يعني، بدوق يعني عادي، بس ماليش فيها قوي يعني خالص. شايفين اللون عامل ازاي؟ ارجعوا كده للكيس الجاهز هتعرفوا انه نفس اللون يعني. معنى كده ان نسبة المبيض ونسبة اللبن الباودر بتبقى اعلى بكتير في الكيس من النسكافيه، من اللي هو بودرة النسكافيه نفسها اللي احنا حطيناها في الاول.
شايفين عمل معايا كمية حلوة قوي 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 وطعمه خطير. نرجع بقى تاني للمية المغلية. بصوا، دي الكمية اللي طلعت لي، اتعملت برطمان ونص من دول، تحفة وكمية حلوة جدا جدا جدا. انا لو جبتها من بره بنفس الكمية دي هيبقى غالي جدا جدا جدا، ومش هيبقى فيه النسكافيه اللي انا عايزاه، يعني بودرة النسكافيه اللي انا عايزاها اصلا مش هلاقيها موجودة فيه. بصوا اللون والله العظيم، والريحة كانت تحفة. طبعا غني عن التعريف النسكافيه يعني، بس والله يعني مش من محبينه قوي، يعني انا عارفة دقت كده، وجوزي بصراحة هو اللي قام شرب معايا لان انا ماليش فيهم خالص يعني. وبس كده. وبكده يكون خلص فيديو النهارده. لو عجبك فيديو النهارده ووصفة النهارده، يا ريت تدوسي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي جرس التنبيه عشان يوصلك مني كل جديد. وباي باي.